اهلا وسهلا باخواتي في كل مكان، ويوم مولد الرسول انشروا السرور وصلوا على النبي كتير. وتعالوا اقول لكم على شكل السوبر المصري الجديد المكون من 4 فرق. طبعا الفرق المشاركه هم 4. الاول فريق نادي الاهلي بطل الدوري، تاني فريق نادي بيراميدز وصيف الدوري، تالت فريق نادي سيراميكا كليوباترا بطل كاس الرابطه. اما بقى الفريق الرابع فهو هيبقى واحد من الاثنين، يا اما انبي يا اما فيوتشر. حالة لو انبي كسب النادي الاهلي في نص النهائي بتاع السوبر المصري بتاع الموسم السابق سوف يشارك انبي في الرابع، اما لو انبي ما كسبش فسوف يشارك فيوتشر رابع الدوري. مع النادي الزمالك فهو لن يشارك في هذه البطوله بسبب كاس الكرامه اللي هو اخدها مننا السنه اللي فاتت. تاني حاجه معانا النادي الاهلي هيلاعب مين في الاربعه دول؟ النادي الاهلي رسميا هيلاعب سيراميكا كليوباترا، اما نادي بيراميدز فهيلاعب يا اما نادي انبي يا اما نادي فيوتشر. طبعا الاول هياخد 250 الف دولار زائد الميداليه الذهبيه، اما الثاني هياخد 125 الف دولار والميداليه الفضيه، اما الثالث هياخد البرونزيه و75 الف دولار. اما النادي الرابع فهياخد حق المشاركه، يقول له السلام عليكم واتفضل 50 الف دولار. اتوقع يا صديقي ان النادي الاهلي سوف يفوز بالبطوله بالشكل الجديد، اما بيراميدز هيكون ليه راي تاني، ولا سيراميكا هيكون ليه راي تاني، ولا فيوتشر او انبي هيبقوا ليهم راي تاني؟ توقعاتك واكتبها في الكومنتات.